اليوم جايب لكم طريقة شلون تخلط مادة البورسلين اللاصقة. بالبداية تخلي 5 لترات مي وتخلي عليها 20 كيلو من المادة، وتبدي تخلط بالدريل مالتك لحد ما تصير عندك المادة بهذا الشكل. واهم شيء الجوة مالتها تخبطه، لان يبقى عندك جوة متكلس وصاك لازم تطلعه بهذه الصورة. طبعا احنا هسه خبطنا 15 كيلو، خلينا تقريبا 3/4 كيس، لان هذا الكيس مال المادة مالتنا اللي هي مادة عبر الشرق. الوزن مالت الكيس 25 كيلو، فاني خبطت 3/4 وهسه بلشنا بالعمل. وطبعا هنا العمل مالتنا ارضيات لوح بورسلين 60 في 120 جاي نشتغله بالماده بهاي الصوره مثل ما تشوفون قدامكم. وطريقه العمل مالتنا اللي جاي نشتغل بها نفرش البسيس ونسوي الرطوبه مالته كلش قويه، لازم نسوي رطب، وراها ندهن ظهر مال قطعه البورسلين ونطبقها بهذا الشكل. اهم شيء يكون عندنا هزاز، نضربها هزاز على مود راح يتماسك الماده بالخبط، وبهذا الشكل راح يكون شغل مالتك ناجح 100%. طبعا هنا بعد ما كملناها نقعد القراصات مالتنا، جاي نخليها قراصات على مود العداله، والجوينات راح تجي مضبوطه 100%. العمل مالتنا بهذا الشكل مثل ما تشوفون قدامكم. طبعا الماده اللي جاي نشتغل بها قلت لكم بالبدايه ماده عبر الشرق. مادة عبر الشرق ال1006 للبورسلين ناجحة 100% وعن تجربة. طبعا احنا جاي نشتغل بها صار فترة كلش طويلة، جاي نشتغل بمادة عبر الشرق 1006. والشيء الحلو بها الوزن مالت الكيس 25 كيلو، يعني 25 كيلو بدل من ال20 كيلو اللي موجودة بالسوق. فهنا وصلنا نهاية الفيديو اللي اتمنى منكم تخلونا لايك ومتابعة، وتحياتي.